صباح أو مساء الجمال على حسب التوقيت اللي حضراتكم بتتابعونا فيه. هنتكلم النهاردة عن الناشطة الحقوقية اليمنية سارة علوان اللي حاولت الانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسها ونقلت لأثرها إلى المستشفى. طبعا كان سبب الانتحار هو تعرضها للابتزاز الإلكتروني بصورها الشخصية جدا وفيديوهات شخصية جدا ليها اللي تم نشره عن طريق واحد من أبناء الحي اسمه أمجد. هنتكلم وهنعرف ايه اللي حصل بالظبط وازاي أمجد دوت وصل له الصور والفيديوهات الشخصية بتاعت سارة. اولا سارة علوان بنت جميلة جدا عندها 23 سنة، طبعا بنت يمنية بتسكن في مدينة تاز جنوب غرب اليمن، ناشطة حقوقية بتساعد العديد من الأسر الفقيرة في اليمن وبتوثق كل الأعمال الخيرية اللي هي بتعملها هي وصحباتها على الفيسبوك. تمام، هي بنت جميلة ومخطوبة لشاب ثري من أسرة محترمة وعريقة في اليمن، وهي عايشة مع باباها ومامتها واخواتها. ليها صاحبة ودودة في نفس الوقت اسمها أمل. تمام، في مرة أمل شافت كارت ميموري موجود مع سارة، فسألتها قالت لها ايه ده، ايه الكارت دوت اللي موجود دوت وفيه ايه وايه محتوياته؟ فقالت لها طب تعالي افرجك عليه، دي صور شخصية بتاعتي وفيديوهات بتاعتي. فحطت الكارت وبدأت تتفرج، بدأوا يتفرجوا على الصور، فشافت ان هي صور بنات مع بعض يعني عادي، يعني لابسة قط لبس بيت، بترقص في فرح مع صحباتها، يعني مع صحباتها جدا، لبسها في البيت عادي، يعني حاجات شخصية جدا 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 هي حطاها على الكارت الميموري ده. تمام، ايه بقى اللي عملته امل؟ طبعا امل بنت صاحبتها وكل حاجه، بس هي غيوره، هي اصلا غيرانه منها لان هي اجمل منها، لان هي مخطوبه لشاب ثري، لان هي ليها اعمال خير كتير وناشطه حقوقيه متعارف عليها، الناس عارفينها، الناس تحبها، فكل دوت عمل لها غيره. تمام، طبعا الغيره ده شعور انساني جميل جدا، بس لما بيزيد عن حده، تمام، لما بيزيد عن الحد بتاعه بيكون مرض، وده اللي حصل بالظبط ما بين امل وساره. تمام، اخدت بقى الكارت الميموري دوت، قامت سرقاه منها كده في الخباثه، قامت مدياه لواحد اسمه امجد عندهم في الشارع، وقالت له اشتغل بقى، عايز بقى تاخد منها فلوس، عايز تبتز اي نوع من انواع الابتزاز بقى براحتك، اعمل اللي انت عايزه، عايز تنشره يا ريت، ده شيء جميل. تمام، المهم امجد لما اخد الكارت الميموري واتفرج على الصور عجبته بقى البنت. تمام، فقعد يتصل بيها، لو انتي ما اديتنيش فلوس هعمل كذا، لو انتي ما جيتليش هعمل كذا، طب تعالي، طب عايزه اكلمك، عايزه اقابلك. رافضه تماما البنت طبعا لانها بنت محترمه ومتربيه. قعد يقولها طب خلاص انت لو ما تدينيش فلوس انا هعمل كذا، هاتي لي كذا، هاتي كذا، هاتي. في البدايه كانت بتديله فلوس، بعد كده ما بقيتش تقدر تديله اي مبلغ مالي. تمام، فاخر ما زهقت منه قامت راحت وقامت بلغت عنه في اسم الشرطه عندهم هناك، بلغت عنه وبلغت عن شكها في امل ان هي اللي اخذت الكارت الميموري، ان هي الوحيده اللي بتخش الاوضه عندها، وهي الصاحبه الوحيده والودوده الدوده اللي معاها اللي تعرفها، فبلغت عنهم هما الاثنين. بس للاسف يعني اسم الشرطه ما اهتمش للكلام اللي هي قالته، وقال لها يعني ايه الكلام ده، وتتصرفي فيه مع اهلك، خلي حد من اخواتك هم يتصرف مع الشاب اللي اسمه امجد دوت، ونفض لها بمعنى اصح، يعني ما اهتمش قوي، ما ادالوش اي اهتمام، لانها مش جريمه قتل بقى، هم مستنيين لما توصل لجريمه قتل يبداوا يتحركوا. تمام، وبالتالي فطبعا الشرطه ما تفاعلتش تماما مع هذا الموضوع، مع ان الموضوع دوت والبلاغ اللي هي مقدماه بقاله اكتر من 8 شهور هي مقدماه. تمام، وبعديها الولد دوت خلاص بدأ ينشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، كل صورها، كل الحاجه الموجوده في الكارت الميموري بعتها كلها. تمام، بعتها كلها على مواقع التواصل الاجتماعي. باباها ومامتها لما عرفوا الموضوع دوت ودعموها جدا، وقفوا معاها، لان هي هم عارفينها وعارفين تربيتهم وعارفين اخلاق بنتهم، وعارفين ان الصاحبه الوحيده اللي بتدخل غرفتها هي امل، وبالتالي هم شكوا فيها، قال الوحيده اللي بتدخل الاوضه عندك هي امل، فكله شك فيها، وكل اصابع الاتهام بدات حوالين البنت ديت. اضافه ان امل كمان قطعت علاقتها تماما بساره علوان خالص، وده اللي خلى ساره تتاكد اكتر ان هي اللي ادت لامجد الصور، وهي اللي ساعدت في نشر الصور ديت عن طريق التواصل الاجتماعي. طبعا لان طبعا ايه سبب ده كله؟ بسبب الغيره.
تمام. وبسبب ان احنا ما ينفعش يبقى فيه يعني مودة اكتر من اللازم، يعني لازم يكون في كل حاجة حدود. صاحبتي وحبيبتي وكل حاجة، بس معلش برضو في حدود. مش هسيب لها الأوضة وامشي، مش هسيب لها الموبايل وامشي، لا ما ينفعش، ما ينفعش بجد يا جماعة. تمام. لان الغيرة موجودة، الغيرة موجودة، والحسد موجود، كله موجود. ودي مش اختها، تمام، دي مش اخت. الصحبة غير، مهما كان بينك وبينها حتى 100 سنة عشرة، لا لا، ما ينفعش. تمام. المهم بعد كده قام البنت بدأت تسمع بقى كل الكلام دوت، فاعصابها تعبت جدا. اضافة بقى ان خطيبها كمان بدل ما يقف جنبها وبدل ان هو يدعمها، لا، كان موقفه مختلف جدا. قام رجع لها الشبكة بتاعتها وقال لها كل شيء اسمه ونصيب، وما ينفعش اتجوز واحدة الناس كلها اتفرجت عليها والناس كلها شافتها وشافت صورها، فما ينفعش ان انا اتفرج عليها. فالبنت جالها حالة نفسية صعبة جدا، فقالت خلاص كده انا ما ينفعش، انا كده هنتحر، يعني انا لازم اموت، مش قادرة تعيش. فاخدت الطبنجة، ماشي، اللي هو المسدس يعني، من الدولاب عند باباها، وراحت في الاستراحة او في حجزت غرفة في فندق اسمه تاج شمسان، وحجزت غرفة هناك وضربت عن نفسها طلقة نارية. تمام. وقالت انه ما اقدرش اعيش، ما اقدرش ان انا اعيش مع الناس بالشكل دوت، والناس بتبص مع الناس بالشكل ده، وان الناس بتبص لي البصه السيئه جدا ديت، برغم كل الاعمال الخير اللي انا كنت بعملها. ازاي الناس اتقلبت عليا بالشكل الرهيب دوت، وخطيبي كمان سابني، فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. فهي عملت كده عشان تريح نفسها وتريح اهلها، وهي بنت، اضافه ان هي اصلا صغيره، عيله صغيره يعني. بس وهي لحد دلوقتي موجوده في العنايه المركزه. قبل طبعا ما تقتل، ما تضرب نفسها يعني تحاول الانتحار. كتبت منشور اتكلمت فيه عن الانتحار. قالت فيما معناه، يعني ملخص المفيد فيه، يعني قالت انا اسفة لكل الناس اللي حبوني، العالم بشع فوق طاقتي، حاولت بكل ما اوتيت من قوة. العالم أو البلاد غير صالحة للعيش. القوي الظالم هو اللي يعيش وبس، خدوا حقي منهم. وبعد كده قتلت نفسها، او طلبت النار، مش قتلت يعني، هي ما ماتتش، هي لسه عايشه يعني، اطلقت النار على نفسها. وبعد كده ان الحكومه بدات تتحرك بقى، ماشي، الحكومه بدات تتحرك وقبضت على الشاب اللي اسمه امجد، ولسه بتدور على البنت اللي اسمها امل. تمام. اما بالنسبه بقى لرد فعل باباها، فباباها قال ان هو مع بنته، وان هو داعمها، وان هي تربيته وهو عارفها وعارف اخلاقها، وقال ان مش اي حد ندخله البيت مهما كانت الصحوبيه ومهما كانت الجيره، مفيش حاجه اسمها حد ندخله البيت عندنا بسهوله، وان صحبات البنات لازم نخلي بالنا جدا منهم عشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل لبنتي بالشكل ده. وهي بالنسبه للحاله الصحيه لساره علوان، فهي دلوقتي في العنايه المركزه، بس الحاله بتاعتها بتتحسن كل شوية افضل وافضل، لان هي لما ضربت نفسها بالرصاص ضربته ناحية الكتف، فهي الحمد لله حالتها الصحية افضل، والحمد لله ان هي ما ماتتش، عشان ما تبقاش منتحرة. يعني الانتحار مش من الدين يعني. بس وربنا ييسر الحال، والسلام عليكم.